حبايبي وحشتوني جدا من اخر فيديو. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بامر الله هنعمل مع بعض صينيه بطاطس بالفراخ. بجد طعمها حلو جدا، طعم وريحه زمان. قبل بقى ما نبدا في الفيديو يلا نصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه عليه افضل الصلاه والسلام. معايا فرخية كده. اول حاجة هقطع الفرخية دي على 4. لو انت حابة تقطعيها على 8 تمام، بيبقى برضو ايه، تبقى حلوة قوي في الوصفة دي. لان انا دلوقتي هخلي الفراخ تستوي كده وتدوب مع البطاطس في الفرن. بس انا الفرخية بتاعتي ما كانتش كبيرة، فعشان كده قطعتها على 4. حسيت ان الورك صغير، الصدر صغير، قلت كفاية قوي ان هي ايه تتقطع على 4. طبعا غسله الفرخه كويس جدا بملح وخل وليمون. وبعد كده قطعتها على 4 بالشكل ده. هبتدي دلوقتي ان انا اتبل الفرخه قبلها طبعا بساعتين عشان تشرب من التتبيله، بيبقى طعمها حلو جدا في صينيه البطاطس. هاتي بقى صينيه، هاتي بوله وانزلي كده بالفراخ بالشكل ده. وهبتدي بقى ايه، معايا دلوقتي 3 بصلات كده وسط، ومعايا قرن فلفل حار فرمته كويس جدا، وبعد كده نزلت بيه على الفراخ. وهبتدي ان انا احط بهاراتي، وهي هحط ملح، هظبط طبعا الملح. هحط فلفل اسمر، هحط بابريكا. بس كده ملح وفلفل وبابريكا، مش اكتر ولا اقل. والبابريكا دي كانت بابريكا مدخنة، فكان طعمها حلو جدا في صينية البطاطس ومع الفراخ، بجد حلوة جدا. طبعا هبتدي بقى ان انا اقلب الفراخ في البصلة والفلفل والبهارات بتاعتي. طبعا وحشي بقى تحت الجلد كده، وتبلي الفراخ بحيث ان لما تيجي تعمليها يبقى طعمها حلو جدا، وايه وتتشرب من التتبيلة. جبت بقى ورق الاسترتش وغطيتها كده او بغطا، وشيلها في التلاجة. شيلتها في التلاجة ساعتين على بال ما خلصت اللي ورايا. وبعد ما عدى ساعتين جبت الفراخ بتاعتي بالشكل ده. كانت طبعا خلاص شربت من البصل والتتبيله. وطبعا لو عامله الحركه دي قبلها بليله، هيبقى طبعا اللحم ده يدوب، واخد من البهار والبصل والفلفل اكتر. دلوقتي بقى جبت صينية كده أو طاسة، ونزلت فيها بشوية كده من الزيت. وهبتدي دلوقتي ان انا ايه، انزل بالفراخ بتاعتي، اديها صدمة او اديها تشويحة. عايزة اقولك ان بجد طعم الفراخ لما بنشوحها او بنديها صدمة في صينية البطاطس بيفرق كتير. الطعم بيبقى حلو جدا، اللون بيبقى حلو. وهنا مش هديها صدمة دقيقتين وخلاص، لا. انا هنا سبت الفراخ بالظبط ربع ساعة على النار، وربع ساعة. فضلت ان انا كل شوية اقلبها من الوش ده للوش ده، او من الجنب ده للجنب ده، زي ما احنا شايفين. طبعا خلاص بقى سايبه الفراخ بتاعتي على النار. ابتديت ان انا اجيب البطاطس بتاعتي. عندي 4 بطاطسات بالشكل القمر ده. جبت البطاطس والفراخ على النار، وقشرت البطاطس وهبتدي ان انا اقطعها. وقلت ايه، زي ما احنا شايفين كده. بجد طعم صينية البطاطس كان مختلف، طعمها حلو جدا، ريحتها حلوة جدا. برضو معايا دلوقتي طماطمتين، واحد فلفل رومي، واحد فلفل حار. لو مش حابة الفلفل الحار استغني عنه وكفاية الرومي. ابتديت برضو ان انا اقطع الطماطم بالشكل ده، نفس تقطيعة البطاطس كده. واكتفيت بالطماطمتين بس. وهقطع برضو الفلفل الرومي، طعمه حلو جدا في البطاطس. وهقطع الفلفل الحار. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، حبيبي يا رسول الله. قطعت بقى كل المكونات بتاعتي، ونزلت كده بالفلفل الحار. طبعا كانت الفراخ بقى خلاص اتكرملت معايا، والبصلة زي ما احنا شايفين اتكرملت كده وبقت بني. سبتها ربع ساعة. بعد كده هبتدي دلوقتي، خلاص انا جهزت الخضار بتاعي اللي هو البطاطس والفلفل والطماطمتين. هنزل كده بقى بالخضار فوق الفراخ، وهقلبه طبعا كويس. هبتدي بقى ان انا انزل بالخضار كده بتاعي بالشكل ده. البطاطس، الفلفل، الطماطم، الفلفل الرومي بالشكل ده كده. وهنزل بقى ايه بملح وفلفل اسمر، مش اكتر ولا اقل، هو كده بس. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اقلب كله في بعضه، وهغطي عليها واوطي كده واسيبها ربع ساعة تاني على النار. قلبت بقى الفراخ كده مع البطاطس، وهوطي خالص واسيبها ربع ساعة بالظبط تاني على النار. هيكون الخضار سخن كده في البطاطس، والبطاطس سخنت. وهبتدي بقى ان انا اجيب الطاجن بتاعي وادخل البطاطس دي الفرن، وهتاكلي بجد احلى بطاطس. جبت بقى طاجن بايركس كده، ومعايا حتة سمنة كده كده. هبتدي بقى دلوقتي
دهنت بقى كده الصينية كده بالسمنة البلدي، وهابتدي بقى إن أنا دلوقتي أنزل كده بقى بالبطاطس أو بالخضار بتاعي مع الفراخ. لازم بجد تجربيها لأنها بتفرق جامد جدا. وهنا ما رصيتش الفراخ على الوش ولا حاجة لأن أنا البطاطس لسه ما استوتش معايا، ولسه برضو الفراخ يا دوبك أخدت نص سوا على النار فوق، ونص السوا التاني هتاخده جوه الفرن أو في قلب الفرن. فهبتدي بقى إن أنا أدخلها كده، بس قبل طبعا ما أدخلها الفرن هنزل بنص كوباية من المية المغلية، نص كوباية كده، بحيث انها تغلي وتستوى كده بيها. هدخلها الفرن، ودلوقتي بقى حطيت كده على الوش شوية ايه، يعني ايه، معلقة من السمنة البلدي كده زي ما احنا شايفين. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200. عايزة اقولك ان انا مش هولع شواية ولا اي حاجة، ادخلها بس الفرن على درجة حرارة 200. ادتني اللون القمر ده، والله الكاميرا بجد ظلماه. لو انت حابة انها ايه يبقى وشها محمر اكتر من كده، طفي النار خالص وولعي الشوايه هيديكي لون حلو. قدمتها مع رز ابيض. عايزه اوريكي قد ايه ان البطاطس استوت ودايبه دوب ومرمله وجميله. عايزه اقولك ان الصوص اللي نازل من الفراخ ده طعمه حلو قوي لما تحطيه على الرز الابيض كده وتاكليه. وكان بقى سبايسي بجد خطير، يعني كانت الصينيه دي حاميه جدا. وكانت الحمايان بتاعت يعني الحمايان عطيها اصلا حلاوه اكتر واكتر، محليها اكتر. بصي قد ايه ان هي مرمله كده. طعم الصوص كده طعمه حلو قوي. طعم السمنه البلدي في صينيه البطاطس حلوه، بتفكرنا بايه، بطعم وريحه زمان. وهنا قلت اوريكي طبعا الصدر بياخد سوا اكتر من الورك، فقلت اوريكي الصدر ده يبدوب بيتقطع معايا بالمعلقه اهو، مش سكينه ولا حاجه. بحبكم في الله احلى اخوات، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حفظ الرحمن حبايب قلبي.